لينا بركات المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية. طبعا بالآونة الأخيرة عم نلاحظ العنف الممنهج اللي ممارس على المرأة، سواء من ناحية القتل العمد، وخاصة من الأهل أو الزوج، أو من ناحية الاغتصابات أو الخطف اللي عم بيتم بالفترة الأخيرة بحق النساء السوريات، أو عم نلاحظ أنها عم تتعرض لضغط نفسي كبير نتيجة ظروف الحياة. فهذا الشيء عم بيؤدي لأنه النساء عم تنتحر وعم تكون قرارة بإنهاء حياتها. طبعا هذا الشيء مرجعه لعدة أسباب. فينا نقول بداية الأزمة السورية اللي مستمرة من 10 سنوات، الضغوط النفسية اللي عم يتعرض لها المجتمع بشكل عام ليس فقط المرأة، الانحلال الأخلاقي والأزمة الأخلاقية اللي عم بتمر فيها سوريا بشكل عام نتيجة الانفلات الأمني، ونتيجة ما شهده الشعب السوري من أزمات على كافة الأصعدة، سواء أزمات اقتصادية أو اجتماعية أو حتى ثقافية. طبعا كل هاي الأمور مجتمعة أثرت على وضع المرأة بالمجتمع. أساسا المرأة في سوريا عم بتعاني، ليس فقط في سوريا، لنقول في منطقة الشرق الأوسط عم بتعاني من عادات، من تقاليد، من أمور كتير عم تأثر على وضعها. وإجت وضع الأزمة في سوريا والحرب في سوريا زاد من معاناة المرأة، زاد من الحمل الكبير اللي عم تشيله على كتافها المرأة، اعتبار المرأة أنها هي شرف الرجل. هذا الموضوع اللي نحن كمنظمات نسوية عم نحاول أنه نخفف من وطأة هذا الموضوع، أنه المرأة هي كيان مستقل إلى كرامتها وإلى وجودها بالمجتمع، هي ما شرف حدا، هي كيان مستقل بذاته. طبعا وهي المشكلة قديمة، يعني ما هي شيء جديد، لكن نحن عم نحاول كمنظمات نسوية انه نحرر المرأة من هاي القيود. طبعا نتيجة مثل ما قلت أنا الأزمات المتعددة والنظرة الدونية للمرأة، اللي دائما المستضعفين بالمجتمع هن اللي بيدفعوا الثمن، النساء والأطفال. أساسا هن فئات مهمشة، وأساسا هن فئات كان يتم الضغط عليها، وفي فترات الأزمات بيزداد هذا الضغط وبيزداد استغلال وضعهم الضعيف في المجتمع. طبعا إن لم يكن الضغط مادي بالقتل المادي، يكون هناك ضغط معنوي يؤدي بالمرأة إلى اتخاذ قرارها بإنهاء حياتها، وهذا هو الأخطر. عندما تصل المرأة إلى حالة من اليأس وحالة من فقدان الأمان وحالة من فقدان أن تلجأ إلى أي مؤسسة أو منظمة موجودة لكي تحميها مما يقع عليها من ضغط، هذا بحد ذاته يعتبر جريمة بحق الإنسانية. أيضا لاحظنا أيضا بالفترة الأخيرة بانتشار وباء كورونا أن أزمة المرأة أصبحت أزمة عالمية، وهي أساسا قضية عالمية، لكن انكشف الوجه الحقيقي للعالم الذي كان يدعي التحضر ويدعي أنه المدافع عن حقوق الإنسان. لاحظنا أن هناك انتهاكات جسيمة حصلت بحق المرأة في الدول التي كانت تدعي بأنها متقدمة ومتحضرة وبأنها تدافع عن حقوق المرأة بالتحديد. الإحصاءات التي صدرت عن الأمم المتحدة بحد ذاتها كانت أرقاما مخيفة بصراحة. الجرائم التي حصلت بحق المرأة في فترة الحجر الصحي أو الحجر المنزلي، والمؤسف أيضا أنه تتعرض المرأة للانتهاكات من البيئة التي يجب أن تكون هي الأكثر أمانا، من المنزل، سواء كان أب أو أخ أو زوج أو ابن. وهذا ما يدعونا إلى أن نعيد حساباتنا مرة أخرى في العلاقات الاجتماعية. على أي أساس تبنى الأسرة؟ على أي أساس يتم تربية الأبناء؟ على أي أساس تكون المرأة موجودة في هذا المجتمع؟ علما أن النساء الآن يقومن بدور جدا مهم في بناء المجتمع السوري وإعادة بنائه بالطريقة الصحيحة. لذلك علينا إعادة النظر في كل المفاهيم السابقة وفي آلية نضالنا أيضا لكي نستطيع أن نحمي المرأة من هذه الانتهاكات. لا يكفي فقط أن يكون هناك قانون يحمي المرأة، هو مهم وضروري أن تكون هناك مجموعة قوانين تشكل رادع كي لا يتم انتهاك حقوق المرأة، لكن يجب أن نعيد حساباتنا أيضا مرة أخرى، سواء من الناحية الإعلامية، البرامج التي تبث، المسلسلات التي نشاهدها التي تكرس العنف في المجتمع وتكرس العنف ضد المرأة تحديدا. أيضا طبيعة المناهج التعليمية، كيف هي تنشئ جيلا
صحيحا جيلا يعامل المرأة بشكل صحيح، يعامل المرأة على أنها إنسان وليست هي أداة فقط للإنجاب وأداة ليتم استغلالها. أيضا أن نعيد حساباتنا بالخطاب الديني، كوننا نحن مجتمعات تعتبر متدينة ومحافظة وتتأثر بالخطابات الدينية، نعيد صياغة هذه الخطابات بما يتناسب مع خلق جيل يحترم الأنثى ويحترم خصوصيتها ولا يقوم بإيذائها. كل هذه الأمور مجتمعة، بالإضافة إلى الرادع القانوني والحقوقي، أيضا الجانب القانوني والحقوقي. نتمنى أن نصل إلى نتيجة من نضالنا، نتمنى أن تكون جهودنا متضافرة كمنظمات نسوية وكاتحادات نسوية نطالب بحقوق المرأة، لأنه كما هو معلوم إن تحررت المرأة تحرر الإنسان بشكل عام. نعول على دور المرأة في المجتمع، المرأة هي ينبوع الحياة، يجب ألا تقتل وألا تنتهك حقوقها بهذه الطريقة، وألا يكون هناك ازدراء لها وألا ينظر لها بنظرة دونية. المرأة إن أرادت أن تفعل شيء فهي قادرة وتستطيع فعله، ولكن يجب أن يكون هناك كما ذكرت آليات مختلفة في أسلوب النضال وفي أسلوب معالجة هذه القضية يعني القديمة من قدم وجود الإنسان على الأرض. من حقها الحياة، من حقها أن تكون حياتها مصانة وحريتها أيضا مصانة، ونعمل معا لكي نجند طاقات الإنسان في خدمة إحياء البشرية وليس في خدمة قتل البشرية.